صباح الخير. النهارده الجمعة عندي بيبقى يوم مختلف شوية عن باقي ايام الاسبوع. اول حاجة بقوم كده بنصلي، بفطر، بغسل وشي بالغسول بتاعي وبحط الكريم بتاعي، وبعد كده بقرأ قرآن سورة الكهف طبعا، بصلي على رسول الله، وببدأ ادخل المطبخ اشوف بقية شغلي. اول حاجة عملت النهارده محشي ولحمة. طبعا انا عملت المحشي كتير في فيديوهات كتير ليا، ممكن لو حابين تتفرجوا عليها. بحب دايما احط في المحشي بصل كتير وتوم وبقدونس وكزبرة خضراء وشبت. وطبعا المحشي من الوصفات الحلوة، بتبقى في الشتاء طبعا لا غنى عنها. بحب احمر البصلة شوية كده، بعد كده بنزل بالطماطم او بعصير الطماطم يعني، ولما بتتسبك بكون انا غاسله الرز بتاعي حلو، وحطاه في مصفى عشان ينزل ميته جدا، ميبقاش فيه ولا نقطة مية. بعد كده بنزل بالصلصة بتاعتي على الرز. لما يكون الرز ناشف الصلصة بتثبت على الرز كده وبيبقى احمر، بيفضل احمر. ما بحطش البهارات بتاعتي دلوقتي غير لما بخلص خالص الرز والكزبرة الخضراء والشبت والحاجات دي كلها. بعد كده بحط بقى ايه البهارات بتاعتي اللي انت بتحبيها. يعني ممكن في ناس تحط بهارات محشي، في ناس بتحط فلفل اسود بس، في ناس بتحط حاجات تانية مختلفة. انا ما بحبش احط غير الملح وحبهان مطحون وفلفل اسود مطحون على بعض، وشوية من الكزبرة الناشفة، ومعلقة صغيرة نعناع ناشف. ما بيغيرش طعم المحشي نهائي، وبيدي طعم وريحة تحفة. بس كده، دي بهارات اللي انا معتمداها دايما في المحشي بتاعي. بعد كده بكون سلقه الورق ومقطعاه عشان يسهل عليا الوقت يعني. بعد كده ببدا احشي كله على صينيه وبرصه. انا كده خلصت الاكل وحطيته على البوتاجاز، ونزلت كده الجنينه. كان عندي شجره برتقان، قلت انزل اشيل البرتقان منها يعني، بدل ما يتكسر ويتقطع وبيترمى على الارض لوحده. بدات بقى اقطف برتقان، يعني برتقانه برتقانه. طبعا هو كان اخضر جدا عن كده، لما حسيت ان هو خلاص بقى اصفر بدأت اشيله. طبعا هنا في الجنينة بقضي معظم وقتي اشرب شاي، اشرب قهوة.
طبعا انا ما قطفتش كله، انا قطفت شويه على قد ما قدرت وبعد كده دخلت. بدأت اغسله بقى كده. كان بقى الاكل استوى خلاص، نزلت المحشي كده في صينيه وحمرت اللحمه وعملت السلطه. بعد كده في اخر اليوم بدل ما اعمل عشاء بقى وكده بحب اعمل كيك، الكيك العادي اللي احنا عارفينه يعني.